السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض محشي فلفل وبتنجان، ومعايا الخضرة بتاعتي كنت مجمداها في التلاجة، يعني عاملاها يم الخضرة كده وحطها في التلاجة مفرزوها يعني. معانا الخضرة وغسلنا الرز ونزلنا عليه بالخضرة، حطينا معلقة بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسمر. هنقلبهم مع بعض كده. وده كلنا عاملين كلنا عارفين الدقة بتاعت المحشي اللي هي بصلة وعصير الطماطم. والأول نسبك البصلاية، ندبلها ونحط عليها الفلفل الألوان أو فلفل أخضر، وبعد كده ننزل عليها بعصير الطماطم زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنحشي مع بعض، شايفين لون الرز جميل ازاي، احمر وحلو ازاي. هنعمل مع بعض صينية المحشي والفراخ معاها، هنسويهم مع بعض. وكان احلى محشي، يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا ابدا. اهو حشينا البتنجان وبعد كده نزلنا بالفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعانا الفراخ اهي، هنرص الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده، هنرصها على جنب وكله هيتشرب من بعضه. ما كانتش احلى من كده ابدا. انا سويتها شوية على البوتاجاز علشان ما كانش عندي ورق ألمونيوم. لو عندك ورق ألمونيوم تغطي الصينية وتحطها في الفرن، لا مش عندك تسويها نص سوا على البوتاجاز وتدخليها الفرن علشان الرز ما ينشفش معاكي. وهننزل بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. كان احلى محشي، يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا. اهو بالشكل الحلو ده كده، تستوي نص سوا ونشيلها ونحطها فين جوه. لهو سويناها نص سوا بالشكل الحلو ده كده، وهنحطها في الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده، تتحمر وتكمل سواها، تطلع روعة روعة روعة. يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا ابدا. اهو بالشكل الحلو، شايفين الفراخ دابت اهي بالشكل الحلو ده اهو، فراخ دايبة زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا. انا ما بعملش المحشي الا هي زي غير الا بالشكل ده على طول، عشان بيبقى تحفة تحفة تحفة. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.